تفتكروا بعمل ايه يوم الجمعة؟ اول حاجه بقوم اعمل كوبايه شاي واكل سندوتش جبنه كده. طبعا انا اكلتهم وشربتهم، فمجرد ان انا جبت سيرتهم بس هما مش ظاهرين معايا في الفيديو. بعد كده بقى بغسل هدومي وبنشرها على صلاه الجمعه كده عشان الشمس. يبان عليا ان انا بخاف من النشير، ومش عايزه اقول لكم ان 3/4 المشابك بتقع مني في الشارع، وكل شويه بنزل اجيب المشابك او بشتري غيرها عشان ساعات المشبك بيبقى نازل بيبقى انتحر خلاص، بيبقى اتفشفش 100 حته. المهم بقى ان انا ببقى نفسي اولع بخور وكده في يوم الجمعه، بس احنا عندنا شخصيه في البيت عندها حساسيه انف، فللاسف انا محرومه من البخور، بس الحمد لله يعني بشم البخور بتاع جيراننا عادي. بعد كده بقى ببدا ان انا اسقي الزرع. انا بسقيه يعني مش كل اسبوع مره، بس بسقيه يعني. بعد كده برش زهره البوتس دي بقى، انا بحبها قوي. هو انا بتزل فبحبها، كل ما بتكبر قدام عينيا برتاح نفسيا قوي، مش بهزر. بعد كده بقى كانت ماما طالبه اوردر، نزلت اجيبه علشان لازم اكون انسانه محترمه مع امها. بس بقى انا ايه، قلت اشوف ماما جايبه ايه. ماما جايبه طقم توابل شكل الفلفل، مش عارفه هي هتعمل لنا محشي ولا ايه. المهم ان هو طقم الفلفل اصلا هو طقم توابل على شكل فلفل. على فكره شكله حلو قوي يعني، بصوا وحجمه حلو. ماشي يا ماما، جبتلك الطقم اهو، هجيبهولك ان شاء الله وانا مسافره. المهم بقى بعد كده ان انا شربت كوبايه شاي تاني. طبعا هو ده الجرد اللي انا بشرب فيه، انا بشرب كميه شاي كبيره. بعد كده بقى بفضل افكر طول اليوم انا هعمل غدا ايه.